انا بتمنى ان زيزو يمشي الصبح، بس بشرط المجلس ده يمشي. المجلس ده يمشي الاول عشان فلوس زيزو دي. منتخب من الجمعيه العموميه يا عم منتخب ايه بقى؟ ماشي، ما هو منتخب من الجمعيه العموميه يا كابتن رضا. ما نبوظ الدنيا، ناس رجعت ما هنبوظ الدنيا، ما الجمعيه العموميه تحت ايده. ماشي، ما هو ماليش علاقه واخد بالك؟ هي نتيجه الانتخابات بتطلع بفلان اللي طب والناس اللي قاعده، طب والناس اللي قاعده هو ماشي، احترم قرار هو الجمعيه ماشي العموميه. هو ماسك فيها ليه؟ قول لي ماسك فيها ليه؟ ماشي، خليني بس ما تهربش يا كابتن ما تهربش. لا ما بهربش يا كابتن رضا. انا بقول له اهو انت ماسك فيها ليه؟ كابتن رضا اسمع بس، كابتن ما رضا تسيبها وخلي حد يدير. ماشي كابتن رضا، حد يدير برضه من المجموعه. كابتن رضا خلاص ما تجيبش ابنه، انت جايب ابنك ليه؟ هرجع بقى اقول لك تاني، هو خلاص ما بقاش موجود. مين اللي قال لك الكلام؟ انت تكذب عليا. لا والمصحف هو اللي موجود. الرسم ماشي. الله، انا نفسي اعرف الاعضاء دي، انا مش مسؤول. نفسي اعرف الاعضاء دي وافقت ليه ان احمد مرتضى منصور يبقى رئيس النادي من بعد ابوه؟ ليه؟ ترجع لمجلس الاداره عشان ما لهمش كلمه، عشان خايفين. لا مالهاش والله ماسك عليهم ورق والله. عشان كده والنبي يا كابتن رضا بلاش الكلام ده. طب امال ايه؟ وكل واحد انت بتقول لي جمال عبد الحميد. كابتن رضا، جمال عبد الحميد بقيمته ده يا كابتن رضا، جمال عبد الحميد بقيمته ده. لا ثواني بس، ثواني يا كابتن رضا. ان مفيش حد ماسك على حاجه، واحنا كل الاحترام لمجلس اداره نادي الزمالك، ماليش علاقه بقى. اتفضل بقى كمل. بتقول لي جمال عبد الحميد ماله؟ زميلك وصاحبك. ما يتكلمش ليه؟ هو ارجع له، هو مش زميلك؟ لا مش زميلي. كنت بتقعد تبصيله الكور يا حبيبي ابصيله حاجه، وغير ان انا اقول له على حاجه ما بينافسش. اما انا بقول لك اهو يا كابتن جمال، يعني المفروض بما يرضي الله لو ما كانش النائب سليمان وهدان هو اللي يبقى رئيس الفتره دي، يبقى خالد لطيف، كابتن خالد لطيف بامكانياته، لان الراجل ده خبراته كان يشتغل في اتحاد الكوره ويشتغل قبل كده في نادي الزمالك، وهو الاولى. مين؟ خالد لطيف طبعا. واخد بال حضرتك؟ ادي الاثنين هم، انا ما بقولش جمال عبد الحميد الاول، يجي ثالثهم جمال عبد الحميد. انت راضي على نفسك ليه كده يا كابتن؟ ما تشد حيلك شويه، لان جمهور الزمالك الفتره الاخيره زعلان منك جدا جدا. وانا بحكم العيش والملح لا لازم يبقى لك قرار. طيب انت نجم مصر. كابتن رضا، هل جمال عبد الحميد، انا الكلام ده قلته في الانترو اللي حضرتك كنت اللي بتقوله دلوقتي، هيجي يقول لك، بقول لك راي تاني برضو، ان بيحاول لكن ما حدش بيسمع الكلام. اقدم السؤال وامشي. هو حماد عبد اللطيف عمل ايه؟ ومش عضو مجلس ولا عضو جمعيه عموميه ولا بتاع، لا ان هو بيقول حاجه، اللي بيتنفذ حاجه تانية، واللي بيتسمع كلام ابنه لان هو رئيس اللجنه، بدليل ان الراجل طلع لما طب هو كابتن رضا، لو انت عرض عليك، بجيب لك سؤال مباشر اهو، لو عرض عليك انك انت تبقى عضو في لجنه فنيه رئيسها امير مرتضى منصور، مش هرضى طبعا. طب عيب عليه. عبد الحليم رضي ليه عيب عليه. سيبك من كابتن احمد عبد الحليم عشان عنده ظروف، الله ربنا يشفيه. ربنا يشفيه. اسمع الكلام، اسمع الكلام ده. لو حتى اللي هوافق ان هو يبقى هو رئيس، اللي هو رئيس نادي الزمالك بس، وبعدين لما اقول له على اللي هو الرئيس واقول له على قرار ورؤيتي وما نفذهاش، هقدم السله وامشي. هو انا جاي اولا اصلا انا هاجي المكان دوت ليه؟ مش عشان فلوس ومش هاخد ولا جنيه. انا هاخد المكان ده عشان افيده فنيا. افيده ايه؟ فنيا. واخليه يبقى احسن نادي. فعشان بس الناس ما تقولكش ايه ده عشان فلوس، انت فاهمني؟ ده هو بياكل عيش لا. فانا هقدم لك واقول لك فلان ده والمدرب ده والراجل ده ومعرفش ايه، وهديك المذكره. لو انت ما وافقتليش عليها اقول لك سلام عليكم. انت جاي ايوه بس في النهايه ده يعني اللجنه الفنيه، اي لجنه فنيه بيبقى رايها توصيات. بص والقرار لمجلس الاداره. لا يا حبيبي، القرار لابنه. بص انا بتكلم على اي لجنه فنيه. هو مين دلوقتي اللي رئيس اللجنه الفنيه عشان ما تهربش؟ مين؟ ليه؟ طب ما انا قلت لك مين. هو دلوقتي ما فيش لجنه فنيه. لا لما كان ساعتها موجود مين؟ ايوه كان وقتها امير مرتضى. طيب لما يجي واحد زي كابتن احمد عبد الحليم بتاريخه ورمز من رموز النادي، ويجي فيها عبد الحليم علي الهداف التاريخي للنادي، ويجي فيها الحاوي بتاع مصر، واخد بالك؟ ادي 3، ويجي فيها خالد الغندور، ويجي فيها اسماعيل يوسف. مين تاني؟ طارق يحيى. وطارق يحيى اللي اتظلم برضه عشان ان هو قال الحق. ماشي. يعني انا مختلف معاه وكده. طارق نجم كبير واسم كبير، عشان ان انا الناس بتكلمه بيقول له مش انا اللي سايق، هو واولاده اللي سايقين. ايه المشكله؟ ما دي الحقيقه. هو عشان قال الحقيقه ووجعتك تقوم جاي ممشيه من كل حته.